بطريقه هجوميه بحال في الاخر مثلا مع مروان السنادي ومع الكعبي بعد عمليا ما يمكنش يتلاعب الكعبي على اليمين بعد اولا وسنادي الى غيره ورحيمي، ثلاثه ديال المهاجمين. ولكن رحيمي اللي عطى واحد العمق على مستوى الطرف ديال الجهه اليسرى، حول عطى فرصه اننا نتوغلوا من الوسط عن طريق بن صغير، وعطى الصباري انه هو يبغى يتوغل من الوسط ويخلي الممر الحكيمي، طبعا يخلي الممر الحكيمي والأناحي. ولينا اكثر تنظيما عقلانيه في الانتشار من اجل الهجمات. وشفنا بعض الهجمات المنظمه، طبعا بعض لي زاتاك كلاسي، ولاو العرضيات ولينا بكثافه. طبعا المنتخب المغربي ولا عنده واحد الكثره في المعترك، تخلقوا فيه اكثر من فرص، ولاو الحلول عن طريق الاطراف. وهذه واحده من الكرات، طبعا هذه واحده من الكرات طويله اللي كان ممكن يسجل منها الكره طويله يمكن غيتحدث عليها السي محمد اكثر بالتفصيل. ولكن من بين الحلول اننا كانت عندنا عرضيات، عندنا اكثر من زاويه. ملي كيكون عندك اكثر من زاويه بمعنى تحتاج الى مهاجمين اكثر منتشرين في المعترك. كان عندنا في الكره الثابته ايضا بعض الحلول مع رحيمي مع حكيمي، ولكن اللي اساسي انه من بعد التسجيل ديال الهدف الاول المنتخب التونسي بغى ينزل وخلى المساحات في الدار ديالو. كل ما تقدم كاين طريقه للاستغلال ديال الدار ديالو. ومن بين الامور هو انه تير غليل يخطف كره، كيفتك كره وكتولي هجمه مضاده بواحد الكثافه العدديه اللي فيها 5